اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنتبل بانيه وهنفرزه كويس، هنطلع منه القطع السليمة للتتبيلة وهنطلع القطع اللي بتبقى متقطعة او متهالكة شوية كده زي دي. هنعملها بقى ايه، شاورما او فاهيتا، نعمل بيها وصفات كتير ان شاء الله مع بعض. اللي على فكرة البانيه انا بتبله وبشيله في الفريزر، بقسمه وجبات واشيله في الفريزر، بيقعد معايا شهر او اكتر، ما بيتراش ولا بيتقطع ولا اي حاجة، بل بالعكس بيبقى شارب من التتبيلة كويس جدا جدا، وبيبقى طعمه قوي جدا، وكمان بصراحة بيوفر عليا وقت جامد جدا في وقفة المطبخ. نبدأ بقى مع بعض نتبل البانيه بتاعنا. بنحط 3 معالق دقيق ورشة ملح، ممكن نستبدلها بمرقة دجاج بس نفركها كويس جدا، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة منكهات مطحونة انا اللي عاملاها، هنزلها لكم في فيديو قريب ان شاء الله، ومعلقة بهارات عربية او جرام مصالة بنجيبها من عند العطار، بس يكون عطار كبير يعني مش اي حد هنلاقيها، ومعلقة دبس رمان وشوية مية. ممكن تستغني عن الدبس الرمان، وممكن كمان تضيفي معلقة صويا صوص. بس الاهم بقى حاجة عندي ان انت لازم تقلبي التتبيلة كويس جدا جدا جدا، علشان ما يبقاش فيه اي ملح مش متقلب او دقيق مش متقلب او اي حاجة. ورشة ليمون، عصير 3 ليمونات، لو مش عايزة ليمون ممكن تحطي معلقتين خل، وممكن كمان تضيفي ربع معلقة شطة، بتعلي التست معايا جامد جدا، ومش بتبقى واضحة قوي يعني، بس بتدي طعم كده جميل. المهم ان احنا ما ننزلش بالبانيه كله مرة واحدة، ننزل كده بشوية شوية ونقلب، بعدين نرجع ننزل تاني ونقلب، علشان اضمن ان التتبيلة توصل لكل قطعة في البانيه ويبقى متبل معايا كويس جدا. بعد كده بعد ما اخلص ابدأ ان انا اقسمه على وجبات في اكياس بلاستيك واشيله في الفريزر، وبيوفر عليا جامد جدا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو انتي بتشوفيني على الفيسبوك لايك وشير، ولو انتي على اليوتيوب متنسينيش في السبسكرايب. بشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه، ومستنيه رايكم في الكومنتات.